وحشتوني 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 من هنا للسنة الجاية. والله العظيم لو اقولكوا وحشتوني قد ايه، وحشني ان انا اصور معاكم يومي، روتيني، خروجه، اي حاجة. وحشني تعليقاتكم على الفيديوهات، بحبكم جدا، ما نحرمش ابدا ابدا من دعمكم، وربنا يخليكم ليا يا رب. بصوا بقى، حبيت اشارك معاكم النهارده يومي. صحيت من النوم، انا شربت قهوتي ورحت الجيم، وجيت انا طبعا كنت وعداكم في اللايف ان انا هصور معاكم روتين يوم. تمام، فده اول روتين شاركته معاكم، مستنيه بقى رايكم وتعليقاتكم على الفيديو ده. النهارده انا صحيت من النوم، نزلت الجيم، وبعد كده جيت على طول قبل ما اغير والله، حتى قلت اما اعمل الغدا الاول. هعمل النهارده رز في الفرن اللي احنا بنسميه رز مدسوس او رز معمر، بيبقى باللبن كده او بالحليب، عشان الجماعه اخواتنا اللي هم اللي من السعوديه ومن الجزائر ومن لبنان والحتت ديت. ده رز باللبن كده بحطه في الفرن. بصوا انا هنا غسلته، حطيت له ملح وفلفل ولبن وحطيته في الفرن. وهعمل بقى دكر بط، تمام، علشان انجز يومي. وعايزه اقول لكم ان انا هسيب دكر البط ده على النار، وههدي عليه على عين صغيره خالص كاني بعمل قهوه، وهنزل اروح مشواري. تابعوا معايا الفيديو كده للاخر وقولوا لي رايكم ايه، ومستنيه تعليقاتكم ومستنيه اللايكات، مستنيه تقولوا لي رايكم ايه في الفيديو. تمام، دي طريقتي في البط، انتوا شفتوها قبل كده. هنا بقى قلت لجودي على ما اكمل بقيه المطبخ روحي انتي روقي لي الاوضه. قالت لي هاخد الموبايل واصور لاصحابي وانا بروق الاوضه. قلت لها مفيش مشكله. فده ترويق جود للاوضه، ادعموها برضو، قولوا لها شكرا يا جودي وشطوره عشان بتساعد ماما. بصوا جودي الساحره، ايه رايكم؟ بصوا طبعا دي السراحه هي اللي مبهدلاها وهي اللي بتروق. خلاص كده انا هنا البط اتشوح، فكنت مشغله كاتل الميه وحطيته له. تعالوا بقى اسمعوا هقول لكم ايه. رايحين فين بقى دلوقتي يا ولاد؟ طبعا زي ما شفتوا كده في الفيديو، جود روقت لي الاوضه، وانا عملت الغدا. المفروض كنت نازله عشان اجيب العيش والتومين وطلبات فتح الله واجيب الشهاده. تمام، الوقت سرقني لاني رحت الجيم الصبح، يعني رحت الجيم الساعه 9، وجود قعدت ترسم حنه كده، رسمنا حنه وكده، فالوقت سرقنا لحد الساعه 12. جيت يا دوب عملت الاكل زي ما انتوا شفتوني كده، ولبست ونازله اجيب الشهاده، وهطلع على فتح الله على طول علشان ابو مصطفى الغالي مستنيني قدام فتح الله. فما فيش وقت ان انا ولا اجيب عيش ولا اجيب حاجه، لازم اقتصر الوقت علشان انجز، لازم انجز. واحتمال بكره ابقى اجيب بقيه الطلبات، بس اهم حاجه النهارده اجيب حاجه فتح الله، لان لازم هو يكون معايا علشان يوصلني بالعربيه. ماما بكره هتروح السوق؟ وبكره عندي سوق، يعني رايحين السوق بقى بتاع سوق العيد، يعني فاهمين. والجديد بقى ان احنا هنجيب دلوقتي شهاده جود وادم ظهرت، يعني انا ساكنه قصاد المدرسه. ايه اللبس الجميل ده؟ ساكنه قدام المدرسه. تعالي ما اوريك عشان صحابك بيحبوا يشوفوكي. ساكنه قصاد المدرسه يا ولاد، فلقيت النتيجه ظهرت، والمدير كان قايل امبارح، فرايحين دلوقتي نجيبوا النتيجه ونطلع على طول على فتح الله. بصوا الاوتفيت بتاع جود، سيم الله يا صغنن. فهنروح دلوقتي نجيب النتيجه بتاعت ربنا يستر ادم. ربنا يستر، ادعوا لنا بقى نجيب النتيجه ونفرحه ابو مصطفى، عشان هو عارف ان النتيجه هتظهر النهارده، فادعوا لنا. عايزه اقول لكم المدرسه هناك مش هتشوفوها، هناك اهي، والعيال واقفين قدامها. يلا بقى اروح اجيب الشهاده وشوفوا يومنا ماشي ازاي. انا بصراحه خايف قوي من الشهاده، ربنا يستر بقى. هو خايف، امال انا اعمل ايه؟ يلا صوريني معاكي. بصي هنا ماما. انت متخيله اجيب كام؟ تجيب كام في النتيجه؟ يعني لو هو بالالوان يبقى تجيب كله ازرق، لو هو بالدرجات يبقى تجيب لي اقل حاجه 95%، لان انا لما كنت بديك فلوس الدروس كنت بديها لك كامله، فانت المفروض اما تجيب لي النتيجه تجيبها لي كامله، ولا ايه؟ ما نروحوش.
هو انا حاسه والله اللي احنا طب يلا بينا، يلا دلوقتي الميه تكدب الغطاس، يلا بينا يلا. مش عايزاك تتوتر، مش عايزاك تتوتر. استنوا معانا النتيجه يا ولاد. سلام. والناجح يرفع ايده. هي ما احنا لسه ما عرفناش، ما احنا لسه ما عرفناش يا ماما. والسائق ما يعملش حاجه. ودي كمان رايحين يجيبوا نتيجتها على فكره. انا خايف خوف ما خفتوش في حياتي. ده بتخوفني بكلمه بخاف اختي، مع اني كنت كل ما اتحرك اقول لك ايه انا عملت ايه؟ هي يا ماما الحمد لله. اقول لك العبره بالنتيجه. انا حاسه انك بتصور كده مش بتصور. انا نجحت. وانا اعلى الدرجات، انا ابو 200 ادم جايب في الادب والقراءه. في الادب. القيم والاداب 100. عارفين يعني 100؟ 100 يعني انا من 100. من الطفوله. بس مش هنقولوا لابوهم ان هم نجحوا، لسه هنعملوا عليه حوار بقى. انا بوريكم النتيجه في الصباعيه. حبيبي حبيبي احمد اخويا عامل ايه؟ ده اشتغل الاخرس ده كله ازرقات. ادم كله ازرقات ده. انا جايبه ازرق، انا جايبه ازرق. يا ابو مصطفى مش قاعده تدخل فيها مش انت عارفه تقول في الانجليزي معرفش. حمرا. الولا جايب ملحق. استنى اما اجيب حاجه من تامر السبعاوي البرشام بتاعي بالمره. بيعيط. ليه يعيط؟ خلي العياط ينفعنا. انا عايزه بابا، انا عايزه تيشيرت الزمالك بقى من كده. يا ده ايه ده جهد. هو بتاعته ما طلعتش؟ ما فيش، ما بيطلعلوش. اللي بيجيب ملاحق ما بيطلعش. طب كويس. الله الله بس جو. حضر نفسك يا ابو مصطفى، حضر نفسك هتجيب له لبس الاعدادي. مقفل الولا، مقفل. درجات ولا ازرقات؟ درجات. الولا جايب كله 95 93 درجات؟ عيب عليك يا صامبو، لسك مش على الارض يا صامبو. عيب عليك يا درجات المرات. صامبو، اللغه العربيه. عيب أيوة. عليك يا صامبو. 93 في العربي من 100، 93 ونص. الرياضة 98 ونص في الدراسات، 95 علوم. بص 93 ونص في الانجليزي، 93 ونص في الانجليزي. 400 من انا هوريك صورة. خدي يا جولي، خدي يا ان. انا ناجح. والناجح سيبها. انا قايله لها انت لا تمسكيها. خلاص انا كده بحطها. لا بس يعني شوفي طيب الكشف كام؟ ما هو 22000 اهو. ايه؟ 22000 طيب جميل زي الفل. كنا جبناه. بس اقول لك بلاش التصوير بقى. لا عادي. تليفونك كام؟ بره. واحدة لا فريش. بس فريش. ده كنت عماله تحس ان ازعل والله عشان العجل. 72. 72. 5 نجيب 4. ايوه. عليا قلت لك كنت عادي من صفك بس ايه بعدين ولا حط لي في شنطتك ايه شوف ايه شوف فلاحين يعني يا بطاطا. مسا اطلع دول شويه حبيبي. عاملها اعملي بالنص خاصه مش هيجيب زيك. والله ما هيجي. انا لما بخرج مع جوزي بنكونوا فضيحه. تعالوا بقى نشوفوا احنا جبنا ايه النهارده من فتح الله.
اول حاجه جبتها لنفسي بن بعوف فاتح ساده، وجبت شاي ليبتون عشان ما عنديش شاي الصراحه، وجبت رز، وجبت سمنه. بصوا انا مسرعه لكم الفيديو عشان ما يبقاش طويل عليكم. وجبت سمنه اللي هي روابي ديت، انا بجيب جنه دايما بس النوع اللي لقيته ما حبيتهوش الصراحه. وجبت رقاق اللي هو الكيسه البني ده، الكرتونه البني ده رقاق اللي هو رقاق بقى ناشف بقى باللحمه وكده. وهنا رحنا جبنا لحمه مفرومه. بص كانت بتعبي لي اللحمه المفرومه يعني، قلت لها وزني لي كيلو لحمه مفرومه طبقين، فوزنت لي. هنا كنت بمسي على ابو مصطفى. جبنا اللحمه. وهنا بقى رحت قسم التوابل. عايزه اقول لكم حاجه فتح الله جميله جدا جدا ونظيفه جدا، يعني ان هي جميله لا وكمان نظيفه. هنا بقى رحنا قسم التوابل، جبت فلفل اسمر، وجبت حبهان، وجبت ورق لورا، وجبت جوز الطيب، وجبت مستكه. ابو مصطفى بقى قال لي تعالى عشان عايزه اجيب فراخ كوكي، فروحنا نبص كده على الحاجات، ما عجبتناش الصراحه. جبت جبنه موتزاريلا، وجبت ترمس حلو، وجبنا كرتونه بيض. الاسعار بقى انا مش فاكراها الصراحه، بس انا شايفه مكتوب عليها مش عارفه 143 تقريبا يعني. وجبت صلصه. بص ابو مصطفى هنا بيسلم عليكم، مش عارفه انا كنت فين هنا بس هما كانوا مستنييني يعني. بصوا ورحت بقى جبت مكرونه، جبت 10 اكياس مكرونه. النوع ده انا جربته الصراحه في رمضان، لان انا اخر مره كنت في رمضان بجيب طلبات رمضان وجميل جدا عجبني، فجبت بقى منه تشكيله. بس انا كنت هنا عماله يعني ادور على الاسباجيتي ما لقيتش، لان جود بتحب الاسباجيتي قوي. جبت بشاميل، وجبت اللي هي العقل، وجبت جميع الانواع. بس بصوا عماله ادور على الاسباجيتي، عماله اقول لهم فين الاسباجيتي، محدش شافها يا جماعه. واللي رايح واللي جاي يقول له هو ما فيش اسباجيتي اخويا، يقول لي لا ما فيش. اختي ما شفتيش مكرونه اسباجيتي في اي رف، تقول لي لا والله ما شفتش. فمش عارفه واقفه بقى ايه، مش عايزه سباكيتي، ما فيش سباكيتي. قلت لهم خلاص مش مهم، نبقى نشتري من بره كيس. خلاص كده خلصنا وكنا رايحين على الكاشير. بس قبل ما اروح على الكاشير كان عاجبني طاجن، وابو مصطفى مرضاش يجيبهولي. يا ريت في التعليقات تقولوا له ليه كده. بصوا الطاجن ده عماله اقول له هياخد 2 كيلو رز، يقول لي لا. بصوا ادم اقلبوا الشاشه، اقلبوا الشاشه واتفرجوا على ادم، لان ابو مصطفى هو اللي كان بيصور وما يعرفش ان المفروض يصور بالعرض. هنا كده عدى الموبايل وصورهم بالعرض. بصوا ادم جودي جابت زيت دابر امله، وانا هنا كنت بجيب لهم نوع كريم. قالوا لي احنا عندنا نوع كريم في البيت، بس رحت جايبه لهم واحد صغير اللي هو فاتيكا ده جميل. وكده خلاص رحنا بقى عند الكاشير. لقينا الدنيا بصوا هي مش زحمه قوي بالنسبه لرمضان والعيد والكلام من ده، الدنيا يعني عادي هادي. كان قدامنا 2 بس. وهنا كده خلاص خلصنا، وادم طالع بالعربيه جايبين كل طلباتنا الحمد لله. وكل سنة وانتم طيبين، وينعاد علينا وعليكم بخير يا رب، ويجي العيد وكلكم في احسن حال، ويبعد عنكم الهم والحزن والمشاكل والمرض، وتقضوه في احسن حال، وتاكلوا اللحمة وانتم مبسوطين يا ولاد. وكله يبعت لي لحمة بقى كده، وايه ظبطوا بقى الدنيا كده. هنا بقى رايحين على العربية نحمل الحاجة. ابو مصطفى بقى فتح باب العربية كده، قلب الكرسي وقال لي ادم ادخل انت جوه وانا هناولك وانت تحط. رجعنا بقى كانت البطة استوت وهنتغدى خلاص. بس مستنية تعليقاتكم بقى على الفيديو الحلو ده، وتقولوا لي ايه رأيكم، واكمل على كده وانزل فيديوهات يومنا مهما يكون. لو شوية ملح وشوية عيش انزل فيديوهات ولا لأ، ولا استكفي بكده وخلينا مع بعض لايفات. هنا انا جبت لنفسي العيش اللي هو الاسمر ده بتاع الرجيم، علشان انا مقللة عيش ابيض خالص خالص. واشوفكم على خير، وكل سنة وانتم طيبين، وبحبكم يا ولاد. مع السلامة.